السلام عليكم شباب اتحاد سبورتج العراقي. اليوم حبيت اشرح لكم على شغله دائما اشوف الولد ينزلون منشورات بيها من يفصل راس الباتري او من يستبدل الباتري، يشتغل عنده تشيك انجن والسياره تقوم تخربط، الرون يصعد وينزل. فحبيت اوضح شنو اللي جاي يصير. الجويتر مال السياره بيه اوساخ بسبب البنزين مالنا التعبان. في الكمبيوتر مال السياره مبرمج نفسه على هاي الاوساخ، يعني كل ما يزيد الاوساخ هو يحاول يزيد نسب الاكسجين اللي تدخل للمحرك ويزيد نسب البنزين، يعني يعدل بالخلط. فاحنا من نفصل راس الباتري راح نرجع القراءات ستندر مصنعيه، يعني نرست العقل. راح من شغل السياره هو راح يكتشف انه اكو اوساخ من خلال الحساسات بالجويتر، نسب الخلط الموجودة مو صحيحة، ما جاي يدخل أكسجين صحيح أو ما جاي يدخل بنزين صحيح كمية مناسبة، يشتغل عندك التشيك انجن وتقوم تخربط السيارة. عندنا حلين: اما نفتح الجويتر وننظفه ونشيل راس الباتري 5 دقائق ونرجع نرجع رصة العقل، ينطفي التشيك انجن، ترجع السيارة صافية. او تعوفها تمشي عليها يومين على هاي الحالة بيها خربطة، بوحدة راح ينطفي عندك، ترجع تبرمج نفسها على الأوساخ اللي بيها، قراءات جديدة وتعالج المشكلة. حبيت انوه واوضح هاي الشغله، فلا تخافون من يشتغل عندك تشيك انجن من شيل راس الباتري. تحياتي لكم، اخوكم مصطفى المياحي.